انت في الاخر هتروح تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت قلت لاحمد يا ابن الكذا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. تعالى بقى واحده واحده، وقلت عن صاحبك يا ابن الكذا وهو موجود، وهو قال لك يا ابن الكذا بهزار وما انكرتش عليه وكنت بتضحك، وهذه معصيه تاني، ده غير اللي انت شتمته له. والقعده دي كانت من الساعه كام؟ القعده دي كانت من الساعه 7 للساعه 2 بالليل، كان فيها وكان دي ايه؟ قاعده في ايه؟ في شتيمه بس. ده احنا لسه هنتكلم كنا قاعدين مع مين وبنقول ايه كل ده بقى. السؤال اخبار الكفتين اللي كان الشيخ لسه بيتكلم عليهم ايه؟ السؤال بقى التاني الانقح، هو حصاد اليوم ده حسنات وسيئات اخباره ايه؟ طب انت لو مت هتقابل ربنا تقول له ايه؟ طب انا في الاخر هتشتم عشان خاطر بهزر؟ اسف اخش النار عشان بهزر؟ يعني على راي واحد كان بيقول لك، مش فاكر مين اللي كان قال كده، قال لك يعني انت في الاخر هتخش النار، للي هيخش النار يعني هتلاقي بقى الناس هناك بقى ابو لهب وابو جهل، واحد حارب النبي وواحد عمل ما اعرفش ايه وحاجات كده وانت تقول لهم ايه؟ اصل كنت بشتم. يعني انت هتخش بس كنت بشتم يعني هتخش عشان كده؟ طب يعني مش شايف انها تافهه؟ وعلى فكره هل في ممكن واحد يعذب بسبب ان هو كان بيسب؟ تيجي تقول ايه؟ لا بس مش لدرجه ان هو يعذب يعني. ما هو ربنا قال ان ده حرام ليه؟ قال يكب الناس في النار على مناخرهم. صح صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس ايه على وجوههم او على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. ده هم بيخشوا النار واكتر حاجه بتدخلها النار هو السب.